يا صباح الخير عليكم أو مساء الخير عليكم، حسب بقى ايه التوقيت اللي بتشوفوني فيه. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى جايه لكم بيوم جديد وفيديو جديد، ويوم كله حماس كده وصحيان بدري. حماس وصحيان بدري بقى زي ما بقول لكم. وحبيت كده اعيش معاكم يوم الجمعه باجواءه الخاصه اللي انا بحبها. بس النهارده بقى اليوم يعني كان بزيادة، يعني يوم الجمعة كان بزيادة بقى، لإن بجد كنت فرحانة أوي، كنت محتاجة الخروجة دي. بس هي ما كانتش خروجة يعني إيه، خروجة للخروجة. هي ما اخبيش عليكم بقى كانت خروجة لحاجات هنجيبها. أنا ومين؟ أنا وأختي. أختي بقى إيه عقبال عندكم كده، هي عروسة بقى وأنتم عارفين بقى الجهاز وما أدراك ما الجهاز. يا رب كده يكمل لكل بنوتة على خير، وكل بنت بتتجهز بقى هيهمها الفيديو ده جدًا. عشان هاقول لِك على ميزات حلوة أوي. مش في الفيديو، مش بس إيه جولة كده وفسحة وخلاص. هاقول لِك ميزة في اللي أنتِ ممكن تعمليها وأنتِ رايحة تشتري حاجة جهازِك، بالذات حاجة المطبخ. تابعي معايا بقى لآخر الفيديو علشان تستفيدي. بُصّي بقى، أو بُصّوا كلّكم حبايبي بقى كلّكم. أنا هنا كنا رايحين سيتي ستار. وكمان أنتم عارفين بقى إن شهر 11 فيه عروض جامدة جدًا. وأختي قالت لي بقى أنا عايزة أجيب شوية حاجات كده إيه للمطبخ وجهازي يعني. طبعًا إيه اللي متابعني من زمان عارف بقى وحضر معايا كمان الفيديو اللي كان فيه كلمتكم فيه عن شبكة أختي بقى لمّا كنا لسه حاضرين الشبكة يعني. هي خلاص بقى بتحضّر للجواز، ربنا يا رب يتمم لها بخير، ويتمم كل عروسة بخير. هي اللي معايا دي وطالعين بقى السلم هنا. ف بُصّوا بتقول لكم إيه، متابعاكم بتشجعني. ف فبعدين هي بقى إيه، بتحب تشوف كده العروض. طبعًا عارفين بقى البنات اليومين دول، بُصّوا بقى هنا اللي عايزة بقى الإيربيس والتيجان وحاجات بقى توينزات وحاجات تحفة بجد. أنا هنا طبعًا زي ما شُفتوا في أول الفيديو، اللي ما يعرفش المكان، أنا هنا في سيتي ستار مول سيتي ستار اللي في مدينة نصر. كان عامل عروض حلوة أوي الBlack Friday يوم الجمعة. كان في عروض على كذا حاجة يعني، أدوات منزلية وaccessories وحاجات كده. يعني في كل محل فيه عروض حلوة أوي، وخصومات لللبس ب50%. فبجد كان اليوم حلو أوي. وحبيت كده أفرّجكم بقى إيه، جولة معايا كده وكنت بقى باحب أوي حاجات البيت وديكورات البيت، وأحب أتفرّج بقى. وقفت شوية عند البيانو دوّة، قُلت يا سلام لو عندي في الreception بقى، ياه على الديكور. طبعًا أنا ما باعرفش أعزف بيانو، يعني حاولت كده وأنا صغيرة يعني، بس ما عرفتش بصراحة. ف فبجد بقى شهر 11 كلّه بيبقى فيه عروض حلوة أوي، بجد لو كل عروسة بتتفرّج عليَّ تنزل وهتشوف عروض، أو هي قاعدة كده في البيت تتابع زي ما أختي عملت كده، تابعت العروض على الموبايل. ونزلت فعلًا لحاجات معيّنة معمول عليها عروض حلوة جدًا في المحلات. هنخشها دلوقتي الأدوات المنزلية وهتشوفوا معايا. وهنا بقى حبيت كده أفرّجكم على كل المحلات يعني وإحنا ماشيين. قُلت بقى حبايبي يتفرّجوا معايا كده، مش هاتفرّج لوحدي. كأنكم إيه كده خرجتوا معايا. بُصّوا المحل بقى توليب عامل عروض حلوة جدًا على الحلل، على الصواني، وحاجات يعني حاجات أصلية، حاجات عالية يعني، في الحلل ماركات يعني. آآ الصيني بقى، الكوبايات، الرفايع. بُصّوا هنا الأشكال تحفة بجد. أنا كنت باحاول كده أصور لكم على قد ما أقدر، لإن في أماكن كمان ممنوع فيها التصوير. وهنا طقم الجاتوه دوّة على بعضه أهو. الطبق الكبير بإطباقه بالغطا بتاع الجاتوه. ال ال القوارب المغربي بقى اللي إحنا بنحبها وبنشوفها في التلفزيون، السكاكين. أختي بُصّوا بقى علشان ناقصها سكاكين فبتشوف السكاكين. لأ السكاكين دي طلعت حوار، مش أي سكاكين وخلاص تجيبيها، يعني بجد السكاكين دي طلعت إيه، لازم بقى حوار. وهي طبعًا أنا إيه، أنا يا جماعة متجوزة من 11 سنة، شوفوا بقى أنتم الدنيا اتغيّرت بقى والطلبات البنات بقت متغيّرة غير دلوقتي. إحنا زمان كنا بنرضى بقليل وحياة ربنا بنرضى بقليل وكده. وأي حاجة بقى المهم حتى أهالينا هم اللي كانوا بيجيبوها، وإحنا مش مشكلة نتفرّج والّا ما نتفرّجش، مشجّر، منقوش، على سادة، مش مشكلة. ده دلوقتي بقى يعني سارة أختي مجننانا، كل حاجة لازم عليها حاجة. كانت عاجباني أوي الحِلَل دي، الملونة دي عاجباني أوي.
بس هي بقى ما رضتش بقى، وقعدت اقنعها وقلت لها هاتيها. هي لا لا لا، انا عايزه كل حاجه لايقه على بعضها، انا لازم المطبخ. هنا بقى يا جماعه الحله اللي بقول لكم عليها يعني نيو فلام عامل، يعني انتوا عارفين طبعا الحله النيو فلام الاصليه الكوري عليها عروض حلوه قوي، يعني عليها عروض، وكمان عاملين عروض تاخدي بالحله. يعني انا بقى دي الميزه اللي بقول لكل عروسه عليها، ان انت مش لازم تجيبي طقم على بعضه، ان انت ممكن تجمعي الطقم، هيكون احسن لك بكتير واوفر لك بكتير. وممكن مثلا اللي بتجيب طقم وترجع تقول يا بنات انا جبته في جهازي وطلع مش حلو. هنا بقى الميزه ان انت ما تتدبسيش في طقم حلل كله، ممكن يطلع بعد كده استخدامه مش كويس. بتحصل ولا لأ؟ بتحصل والله بتحصل. فمثلا انت لو واخدة حلة من نوع وحلة من ماركة تانية وحلة من ماركة تالتة، فهتحسي ان ايه، ان انت عندك اختلاف كده في الحلل، او حتى لو هتشكليهم شكل واحد. هنا بصوا بقى القارب ده كان عاجب اختي قوي، الصيني ده بورسلين. والبورسلين كمان اتغير عن زمان، دلوقتي بقى السادة الناس بتحب البنات العرايس، يعني بيحبوا السادة اكتر. والاطباق دي بقى تجمعيها بقى الطبق بالطبق. يعني هنا الطبق كان عامل 89 جنيه تقريبا، وفي 69 وفي 55، حسب بقى الحجم وحسب الشكل وحسب الساعة بتاعته. طبعا انتوا عارفين الأطباق هنا. بس هنا خرجنا من تيوليب، جبنا اللي جبناه بقى منه وخرجنا ورحنا هنا دخلنا يا جماعة، عشان في المقطع ده حاولت كتير اجيبه لكم يعني قبل وبعد. هنا كان في سعودي ماركت. طبعا سعودي ماركت غني عن التعريف، واللي يعرفه يعني واللي ما يعرفوش، هو ماركت كبير كل ما تتخيليه فيه. يعني بصي حتى ادوات منزليه، من اول الاكل لغايه حاجه العرايس، كل حاجه اجهزه. سوبر ماركت كبير، وسعودي طبعا منتشر في القاهره يعني. عاملين برضو عروض عجبتني قوي، اقل كمان في الاسعار عن تيوليب اللي احنا دخلناه في الاول. المقطع بقى بتاع الدخولي لسه لسعودي، فهيجيلكوا بعد ده. حصل لخبطه كده في ترتيب المقاطع معايا. فبجد بصوا ساعة الطبق ده كان عاجب سارة قوي، بس هي كانت خلاص اصلا كده كده كانت جايبه منه، بس جايبه منه بقى الابيض الساده. فبقول لكم بقى دلوقتي الجواز بقى صعب والله، والتكلفة بقت صعبة قوي على الشباب. هنا بص بقى عجبني قوي هنا الرف ده، بقول لها بص حاطين البراد والحاجات والمجات الشاي، لا والشاي والنسكافيه معايا بقى، يعني شاي التركي والكرك والحاجات دي. فكان عاجبني قوي. كانت بجد اليوم كان ممتع ممتع، يعني رغم ان احنا شايلين بقى وجايبين حاجات وكده وجهاز عروسة، بس كان اليوم جميل. هنا كانت بتقول لي انا عاجبني دي عشان اخدها بقى اعمل اجواء كده في الكريسماس. آه بصوا بجد، يعني الستات اللي متجوزة زي كده من زمان، احنا مش من زمان قوي برضو، ما عجزناش، بس ايه، هتحس بيها دلوقتي يعني بجد والله. يعني زمان فعلا كنا بنرضى بقليل، يعني المهم الحاجة جت وخلاص، يعني مش مشكلة عدت. هنا بقى دخلنا المحل التاني، اللي للاسف جولتي معاكم فيه يعني ما عرفتش اكملها بسبب ان كان ممنوع التصوير. يعني خطفت كده كام لقطة وبعدين قال لي حتى هتشوفوا معايا ان ممنوع التصوير. الانتريه ده كان عاجبني قوي والسفرة، بس الاسعار ايه، واو واو واو، فوق 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 فوق. القماشة بقى بتاعت الانتريه ده، بصوا يا جماعة انا في المراية القماشة بتاعت الانتريه ده عجباني قوي. فنفسي لما اجدد ان شاء الله كده الانتريه عندي عايزة اعملها. فبصوا برضو هنا هوم سنتر، محل هوم سنتر برضو في مول سيتي ستار في مدينة نصر، برضو عامل عروض حلوة وبيبيع بأسعار زمان. بجد والله الرفايع والحاجات دي جبنا منه حاجات جامدة جدا. فأسعاره برضو جميلة، ويعني في متناول الجميع. العلب البلاستيك التلاجة دي الأربعة مع بعض بسعر 179 تقريبا. التحف حاجات ولا وحاجات حلوة، يعني حاجات قيمة. التحف كلها برضو هنا جميلة أوي عجبتني. لكل بنوتة بقى بتجهز ممكن تروح وتنقي، يعني تصطادي كده بالبلدي كده، تصطادي العروض كلها وتشوفي بقى وتجمعي. هتكوني انت المستفادة بدل ما تجيبي اطقم على بعضها، او تروحي مكان مثلا للتحف بس، او مكان للحاجات بس. لا انت ممكن وانت كده نازلة تتمشي مع اصحابك عجبتك حاجة تجيبيها ناقصاكي بالذات في شهر 11 الحقوا بقى، لان خلاص يعتبر شهر 11 بيخلص خلاص، والعروض فيه كمان بتخلص. فبجد كل سنة أنا بحب شهر 11، بجد بيعملوا عروض حلوة
وكنت باقول لها بقى يعني خلاص بُصّي يعني هنا شاوروا لي وقالوا لي ممنوع التصوير، فعشان كده ما عرفتش أكمّل جولتي معاكم جوّه في home center. خرجنا بقى من home center وقُلت بقى إيه أفرّجكم برضه على التُحَف والمعالق الstainless الأصلي دي جامدة جدًا، بس المحل دوّة أسعاره معدية جدًا. فبرضه للي حابب كل حبايبي طبعًا الفئات مختلفة، واللي إيه حابب يروح ممكن السعر أنا بالنسبة لي يكون عالي، ممكن لغيري لأ، فكل طبعًا إيه حد غير التاني، فبرضه حبيت إن أنا إيه أفرّجكم عليها. بجد الجولة كانت ممتعة أوي واستمتعنا، وطبعًا اللي بيروح مول عمومًا يعني سواء city star أو أي مول، فبتبقاش الكيسة دي كانت مجنناني من أول من أول ما دخلت المول. هنا بقى التُحَف التابلوهات بقى الجاليري والتابلوهات التشكيلات بقى سواء الآيات القرآنية أو أي حاجة، الرسومات دي كنت باقول لسارة ياه أنا عايزة 2 من دول في الreception. هنا بقى بُصّوا المقطع اللي باقول لكم عليه لمّا دخلة سعودي ماركت، هو جامد جدًا، وفي قسم للجبن وفي قسم للمكسرات وفي بُصّوا أقسام، كل حاجة تتخيلوها عايزة تعملي أي أكلة، بُصّوا الفاكهة شكلها تحفة إزاي، منظر بجد يشد، والمكسرات والخضار كل حاجة تتخيليها عايزة تعملي أكلة صيني، أكلة كوري، أي أكل هتلاقي حاجته جوّه في الماركت ده. هنا طبق البلح دوّة برضه كان سعره رخيص، حاجة و40 جنيه تقريبًا، والفواكه برضه إيه ما عرفتش أصور لكم أوي، يعني حاولت على قد ما أقدر كده إيه أشارككم معايا الجولة بتاعتي. ف فباقول لكم بقى يا رب كده كل عروسة بتجهّز وتكونوا استفدتوا من الفيديو، وقولوا لي رأيكم بقى في الكومنتات في الفيديو ده، أول مرّة على القناة أعمل لكم جولة كده أو خروجة، فيا ريت بقى إيه وإن شاء الله الأيام اللي جاية لو خرجت تاني طبعًا الجهاز إيه ما بيخلصش بقى والخروجات إيه مع العروسة ما بتخلصش، وادعوا لنا كده ربنا يعيننا ويقوينا ونخلّص على خير. هنا بقى الكرفس والحاجات دي الجميلة دي، الخضار كله والورد بتاع الشوربة كل حاجة، كل حاجة، والشاي بقى بكل أنواعه التركي والعادي، كل حاجة هتلاقوها جوّه. فإيه رأيكم بقى قولوا لي في الكومنتات في الفكرة دي، هو أكيد في بنات بتعمل كده وبرضه بس حبيت أقول لكم للي إيه مش عارف، وبُصّوا برضه حبيت أجيب لكم أسعار الخصومات هناك والأجهزة الكهربائية الكاتلات والحاجات الصغنونة مَكَن القهوة والخشبيات التحفة دي. بجد بقت جميلة أوي في كل مطبخ دلوقتي، وبالذات العرايس بتحب تجيب منها قطعة أو قطعتين كده، بتبقى في مطبخها جميلة أوي، والمعالق الخشب من النوع دوّة بتبقى حلوة جدًا، أي نعم يعني أي نعم غالية شوية بس بتبقى جميلة، يعني بتعيش. فكده خلاص بقى خلاص في نهاية الفيديو بتاعنا، وخلّصنا وحبينا هنا نرتاح شوية وناخد حاجة حلوة كده ومشروب، لإن بجد خلاص كانت دماغي إيه، خلاص كده عايزة أشرب حاجة سخنة. ف قولوا لي رأيكم في الفيديو، ومستنية تعليقاتكم، وأشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.